صباح الخير، عاملين ايه؟ ده اليوم التالت من تحدي تطوير الذات. صحيت صليت الصبح والظهر لان انا كنت صاحي متاخر. بعد كده فطرت وانا بتفرج على روايه، ومش عايزه اتريق يا جماعه، انا طفله وبحب الروايات دي. تمام. عايزه اتكلم معاك ومعاكي في كذا حاجه، وهو بلاش تتعلق بحاجه في الحرام، وبلاش تقارن نفسك بحد وانت اصلا احسن منه. هتقولي ايه علاقه الموضوعين ببعض؟ هقولك لا، ليهم علاقه. وهو ان انت مثلا دلوقتي بتقارن نفسك بفلانة الفلانية اللي على السوشيال ميديا، اللي هي ملهاش اي لازمة اصلا، واحنا اللي عملنا لها لازمة. ماشي. بواحدة يعني بتقارني نفسك بواحدة متسواش، وانتي احسن منها. تمام. بلس كمان انك فكرة انك تكلمي واحد او تحبوا بعض في الحرام دي لوحدها بتبقى كارثة، الموضوع ممكن يتطور. فاهماني؟ ما علينا. هنا كنت بقول لكم ان انا قرأت القرآن، بعد كده كنت مشغلة فيديو على اليوتيوب عادي جدا. وانا كنت بكتب التودو ليست، عارفة ان انا المفروض اكتبها من بالليل، بس الفكرة كلها ان انا بتاع ده نمت. في اليوم ده نمت ميتة اصلا، فحرفيا ما كتبتش اي حاجة، فلما صحيت كتبت. عايزة اقولك حاجة باختصار شديد جدا. قارن نفسك بنفسك في كل حاجة في حياتك، يعني حتى لو أهلك بيقارنوك بابن خالتك ولا بنت خالتك، وشوفي دي بتعمل ايه ولا بتجيب كام مش عارفة ايه، قارني نفسك بنفسك وقارن نفسك بنفسك. لأن ده مستقبلك انت، حياتك انت اللي هتتعب أو ترتاح فيها. وإنك تتعب دلوقتي أو تذاكر حتى لو في الأجازة، الساعة أو الساعتين مش هياخدوا يومك، انت قدامك يوم كامل. فعادي انك تطور من نفسك وتكون افضل نسخة من نفسك. انت مفروض انك تفضل تسعى للنقطة دي، وهو انك تكون افضل نسخة من نفسك. عارفة ان انت ممكن يجي عليك وقت تكون فاقد الشغف، مش كل حاجة بتبقى دايما بيرفكت. يعني انا مثلا فاقدة الشغف جدا وبعيط ومخنوقة الفترة دي، بس رغم ده مكملة وبصور. ولما قلت لكم وبقيت بنزل الفيديو على اليوتيوب، بقيت بحس ان انا ملزمة ان انا اعمل الحاجات دي عشان اعرف اصور وانزل الفيديو. فاهمين؟ هو انت الزم نفسك بالتحدي ده مع حد، مثلا مع صاحبك مع صاحبتك. يعني الزمي نفسك بالتحدي. وهو مثلا قولي انت صاحبتك هتعملوا كذا وكذا، واللي هينجح هيجيب للتاني، اللي هيكسب في التحدي هيجيب للتاني حاجة حلوة مثلا. اعملي تحدي مع نفسك، فاهمة؟ وهنا كنت بدأت أذاكر الإنجليزي. تمام، أنا في المحاضرة التالتة. بس هتقولي انتي بتذاكري ازاي ساعة انجليزي والمحاضرة اصلا بتبقى ربع ساعة؟ ده خلاص المحاضرة كده كده اصلا بتاخد مني نص ساعة حتى لو هي ربع ساعة، لاني بوقف كل شوية عشان اكتب. وبعد كده براجع الجمل واحفظها واكررها لوحدي. بس كده. ماشي. عايزة برضو اقولك او اقولك مفيش نجاح ومفيش محاولة بتنجح من اول مرة. يعني ايه؟ يعني افضل حاول مرة واتنين وتلاتة واربعة، هتفضل تحاول كتير قوي وهتفشل كتير قوي، بس مفيش نجاح من غير فشل. فبس كده. يا ريت تكمل، تفضل تحاول، ما تيأس بسهولة. عارفة ان هي بتبقى، سواء انت جامعة او ثانوي، الله اعلم قد ايه اللي بتفرج عليا، بس سواء كده او كده في حاجات كتير قوي بتتعبنا نفسيا، وانا عارفة ده. هنا جالي مشوار فجأة وكنت نازلة. هنا كنت بصور عادي نفسي وانا في الشارع، وبعد كده روحت صليت وكلت ونمت، بس كده.